السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوفوا فيه واحد المساله عجيبه وغريبه. كيف ما قلنا، فالمنتخب الوطني المغربي غادي يواجه جزر القمر في كاس العرب وكاس افريقيا. هذا المنتخب ديال جزر القمر اللي تاهل لكاس افريقيا وغادي يكون هو صاحب لقاء الافتتاح مع المنتخب الوطني المغربي، فكذلك تمكن من انه يتاهل لكاس العرب. كيف ما قلنا لكم الاخوان في فيديوهات سابقه، غادي يكون لقاء بين جزر القمر واليمن، واللي نتأهل فيه هو اللي غادي يواجه الفريق المغربي يوم الثلاثاء القادم. فتمكن الفريق ديال جزر القمر من انه يفوز ويتأهل لدور مجموعات كأس العرب. كذلك منتخب اخر اللي هو منتخب عمان، حتى هو غادي يكون في المجموعه، وبذلك تكتمل مجموعه المنتخب الوطني المغربي في كأس العرب. هذه المجموعه اللي فيها الان اربع منتخبات اللي هما المنتخب المغربي، المنتخب السعوديه، عمان، ثم جزر القمر. اللقاء الاول ديال المنتخب المغربي غادي يكون يوم الثلاثاء المقبل، وبعد يوم من افتتاح البطوله. الافتتاح غادي يكون ما بين قطر وكذلك المنتخب الفلسطيني. صراحه فرحنا بزاف المنتخب الفلسطيني. يوم الثلاثاء غادي يلعب المنتخب المغربي امام جزر القمر، ويوم الخميس غادي يلعب امام عمان، ثم الاثنين اللي ما بعد ديال الاسبوع الاخر غادي يلعب اخر لقاء امام منتخب السعوديه. نعاودوا نقولوا البرنامج ديال المنتخب الوطني المغربي: يوم الثلاثاء 2 دجنبر غادي يلعب مع فريق جزر القمر. يوم الخميس 5 دجنبر غادي يلعب امام فريق عمان. وكذلك يوم الاثنين 8 دجنبر غادي يلعب مع منتخب السعوديه. المنتخب السعوديه غيبقى هو المنتخب الاقوى والمرشح باش انه يمر الدور الثاني مع المنتخب المغربي. كيف ما قلنا منتخب طارق السكيتيوي الان فهو تعرف على المجموعه ديالو، وكيف ما قلنا فجوج القمر غادي نواجهوه في كاس العرب ثم كاس افريقيا. صراحه هذا المنتخب اللي ما واجهوش المنتخب المغربي تاريخيا بزاف، ربما تقدر تكون غير شي مواجهه او اثنين، ولكن دابا فغادي تجي جوج ديال المواجهات متتاليه. اذا الى ذلك الحين الاخوان، حنا عند حسن ظن، تنحاولوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم، كنحاولوا اننا نعطيكم الخبر والمعلومه في الوقت. لذلك اليوم فتمكن منتخب جزر القمر والعمان من العبور الى دور المجموعات من كاس العرب، فتفاعلنا مع الخبر بسرعه. كيف ما كتشوفوا كنحاولوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم، كيف ما قلنا المعلومه في التوقيت المناسب، وكذلك الخبر يكون خبر موثوق، ما فيش لا اشاعات، ما فيش لا زياده ولا نقصان. الى فيديو اخر الاخوان، والى ملف رياضي اخر، كنحاولوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم. ولا عجبو هذا الفيديو يخلي جيم، يخلي تعليق، يدير ابوني للقناه، وان شاء الله اي خبر راح كنتفاعلوا معه بطريقه اللي كتستحقوا المتابعين الكرام.